الفصل الثاني. قصر الأمير محمد في الروضة كان جميلا ومكونا من 3 طوابق وحديقة واسعة والكثير من النافورات، ولكن بيت والدها أيضا كان كبيرا وبه نافورة مياه و3 طوابق، ولم يؤثر فيها كبر القصر ولم تنظر حولها. كانت قد حسمت أمرها ورتبت خطتها لن يملكها هذا الأمير، ربما عندما يشعر بنخورها يملها ويتركها هو من نفسه. نصحتها فاطمة أن تكون متجمدة وقت الحب بينهما حتى يملها ويعود إلى جواريه. لو استطاعت تأجيل هذا اليوم الأسود الذي تعطي فيه نفسها للأمير يكون من الأفضل. ستفكر في حيلة لتأجيل هذا اليوم، فهو يوم بيعها ويوم تصبح غانية تعطي نفسها لمن تحتقره وتكرهه. ما أبشع هذا الزمن الذي يولي العبيد على الأحرار ويعطي الظالم القدرة على البطش والعفو. نظرت إلى حجرتها في حسرة. كانت ستكون اليوم في بيتها الذي جهزته بأفخر أنواع الجهاز، وستكون بين ذراعي حبيبها الذي يرقد الآن في السجن بين الحياة والموت. جلست على الأرض وسجدت وهي تدعو الله أن ينقذها وأن يعطيها القوة لتخرج من هذه الهوة وهذه البئر. شعرت بخطى ورائها فالتفتت مسرعة ورأته، ربما لأول مرة قريبا هكذا في كامل ثيابه ولا يمتطي فرسا، بل ينظر إليها في تركيز وكأنها حشرة تدور حول عينيه. قامت من على الأرض وطأطأت رأسها فقال في صوته القوي: بماذا كنت تدعين؟ قالت وهي تجلس على حافة السرير: هذا بيني وبين الله يا مولاي، ما بين العبد وربه لا يعرفه أحد حتى المماليك والبصصون. جلس بجانبها ثم قال: تتكلمين وكأنك تعرفين الكثير، درست في بيت أبيك؟ قالت وهي تبتعد عنه: نعم. درست تفسير القرآن والفقه؟ وماذا أيضا؟ الجبر والطب والفلسفة. شيء غير مألوف عن النساء، لماذا درست؟ قالت وهي تبتعد أكثر حتى وصلت لحافة السرير: أحب القراءة والغزل، تعلمته في بيت والدي. تغزلين أيضا؟ والدك تاجر وغني، لا تحتاجين لتعلم الغزل. أحبه فقط. نظر إليها في تركيز ثم قال: إذا تحركت جانبا أكثر من هذا فستقعين من على السرير. قالت مسرعة: اعذرني يا مولاي، حدث كل شيء بسرعة ولم أملك الوقت الكافي للتفكير في الأمر. قال في دهشة: التفكير في أي أمر؟ أمر زواجي وانتقالي لخارج المدينة وحياتي مع المماليك وفي قصرك وكل شيء. تفكرين أيضا؟ شيء مذهل حقا. ثم نظر إليها وكأنها بضاعته وقال: أزيحي شعرك بعض الشيء، أريد أن أرى عينيك. والدك لم يكن شديدا معك، تركك تذهبين للسوق وتتكلمين مع الرجال، غريب أمر العامة، هل كلهم مثل والدك؟ قالت مسرعة: لا أتكلم مع الرجال، كنت مع أخي فقط، لا أخرج إلا معه، وترى الخمار عن وجهي، أرجو أن لا تسيء بي الظن. ماذا تفعلين بالجبر والحساب؟ أساعد أبي في حساباته. اقترب منها وأحاط وجهها بيديه ثم قال: جمالك مختلف، لم أكن أعرف بوجوده عند العامة. ارتفعت دقات قلبها وقالت: هناك من هن أجمل مني بكثير، تستحق من هي أفضل مني يا مولاي، أميرة مثله. أنا لست أميرة. ابتعدت بعض الشيء وأزاحت يده بحركة لا إرادية ثم قالت: لو سمحت لي، أشعر بغثيان ومرض شديد، لا أستطيع التنفس، إذا تركتني اليوم فقط أرجوك وأقسم لك أن أكون أفضل غدا. وضعت يدها على قلبها وبدا وجهها شاحبا فأطال نظره إليها ثم قال: لا أفهم ماذا تقصدين. قالت على الفور وفي بطء وهي تتوقع أنه لا يفهم العربية جيدا: كنت أقول أنني متعبة جدا اليوم ومريضة وأطمع في عفوك عن اليوم. أفهم كلماتك يا زينب ولكن لا أعرف ماذا تقصدين. قامت من على السرير وقالت في توتر غير معهود: لو تركتني اليوم فقط أكون ممتنة لك ما دمت أحيا. نظر إليها برهة ولم تعرف هل أغضبه كلامها أم لم يتوقعه. قام من على السرير واتجه إلى الباب وتنفست في ارتياح، ولكنه أغلق الباب بالمفتاح وشدها إليه وقال: كيف أترك زوجتي يوم زواجنا؟
لا تطلبي مني أشياء مستحيلة، تطلبين الكثير أنت وعائلتك. بلعت ريقها وهي تشعر بجسده ولا تعرف ماذا تتوقع ولا ماذا سيفعل بها، وهمست في ترجم: أرجو فقط أن تعاملني برحمة وصبر. لم يجب. دفع بها إلى السرير وأغمضت عينيها وتجمد جسدها وكأنه انفصل عن روحها انفصالا تاما، وأصبح جثة لا تشعر ولا تعترض. وعندما شعرت بألمه ضغطت على عينيها ولاحت بذاكرتها سنين الطفولة وضحكات الأطفال وجريها ساعات بلا قيود ولا خوف، وتذكرت عرائسها القطنية وكلامها مع العرائس ساعات وهي طفلة، وكيف كانت تغضب منها أحيانا وترمي بها على الأرض، ثم تصالحها وتشرح لها سبب عصبيتها. ترى هل أخرجت أمها العرائس من الصناديق؟ لابد أنها ما زالت في بيت والدها في الصناديق الخشبية، ربما كانت تحتاج إلى بعضها معها الآن. بعد أن انتهى وابتعد عنها قليلا نظر إليها في شيء من الريبة أخافتها وأربكتها، فقالت وهي تضع الغطاء على جسدها: هل أغضبتك أيها الأمير؟ قال وهو يفل ظهره على حافة السرير بعيدا عنها: لا. لماذا تغضبينني؟ هذه الريبة في عينيه تخيفها ولا تعرف عواقب غضبه. لم يكن عنيفا معها ولم يغتصبها عنوة كما توقعت، وبدا لها أنها لو فصلت الجسد عن الروح كما فعلت اليوم تستطيع التحمل بعد الوقت إلى أن يقدم والدها شكوى إلى السلطان ويتم طلاقه. بعض الصبر مطلوب والخطة تسير على أكمل وجه. أغمضت عينيها وهي تحاول النوم وتشعر بشيء من الراحة، ففقدان العذرية لم تكن آلامه مبرحة كما توقعت، ولم تصرخ ولم تطلب العفو كما ظنت. هذه إذن حياة البغاء. كيف تشعر بإعة الهواء بلا شيء داخل النفس والجسد؟ ليس صعبا فصل الروح عن الجسد كما فهمت اليوم. تجولت في القصر يأسا وهي تقسم أن تنسى هذه المحنة وتمحوها من ذاكرتها عند انكشاحها، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة المماليك إلى قلاعهم، وأهل مصر إلى ضروبهم، والعيش في سلام وسكينة، والعودة إلى والديها وحبيبها. يشغلها أمر المماليك، لم تعرفهم يوما ولم تر سوى الجنود أحيانا في الطرقات، والأمراء على خيولهم من بعيد يتفقدون حواري القاهرة. يوم تولى السلطان وكانت تخرج في الاحتفالات وتستمع إلى الأغاني والموسيقى وتفرح مع العامة، ولم تسأل نفسها يوما أين يختبئ المماليك، ولا كيف يعيشون، ولا ماذا يأكلون. سمعت بعض الشائعات، قيل أن المماليك هم من منعوا بيع الأوز والدجاج في أسواق العامة وتركوا لهم اللحم الرخيص والخضروات، وأن المماليك يأكلون أفضل أنواع الفواكه ويرتدون الحرير والذهب، وأن حال العامة سيكون أفضل لو لم يأكل المماليك في بطونهم الحقوق والأموال. همسات أهل بيتها كانت نادرة وحذرة، وهيبة المماليك لم تتزعزع حتى مع اختفاء الدجاج من الأسواق ووصول سعره إلى سعر الذهب. كلما تغير سلطان كانت تسمع اسمه مرة أو مرتين ثم تنساه ويتغير سلطان آخر، وبدا لها أن السلطان في بلادها كالدجاج أيضا، اختفاؤه أو وجوده لا يؤثران كثيرا على الحياة، والعيش بغير وجوده ممكن والتعود على غيابه جائز. تنسى اسم السلطان ولا تعرف لماذا جاء ولماذا قتل ولماذا اختفى ولماذا مات. فأمراء المماليك موجودون في كل ليالي العمر الباقية كالقاهرة وضروبها، لا يغيبون ولا يختفون بمرور الوقت وقسوة الأيام. وهكذا هم المماليك، قلاعهم عامرة بالأسلحة ورجالهم يذبحون في إتقان. كل عام يأتون بهم من بلاد الأتراك ويدربونهم ويعلمونهم أن القتل واجب، وأن الدفاع عن الدين ودار المسلمين فرض، وأن الدجاج لا يأكله العامة من أهل مصر. بعد 3 أيام لاحظت نظام زوجها الأمير اليومي وكيف يتدرب يوميا على السيف والرمح والجري والمصارعة 3 ساعات بعد الفجر مباشرة. أدهشها بصلاته للفجر كل يوم وقراءته بعد القرآن قبل التدريب، ثم الاختفاء تماما من القصر حتى المساء. لم يؤثر فيها قصره ولا جواريه، ولكنها بفطنتها فهمت أهمية خلق الأصدقاء والموالي، فأخرجت بعض المال الذي أعطاه لها والدها وأعطته لكبيرة الجواري، وكانت سيدة في 70. لم تعرف زينب قط من أين أتت ولا لماذا تعيش في قصر الأمير. لفت نظرها منذ اليوم الأول وجود جارية شقراء شديدة الجمال اسمها سارة، وفهمت أن علاقتها بالأمير مختلفة،
وأنها أقرب واحدة له في القصر، لا يتكلم معها إلا بالتركية، وكأنها لغتهما السرية لا يفهمها العامة ولا تفهمها هي. كانت سارة هي أول بارقة أمل لها. لو كان متعلقا بسارة فسوف يتركها هي قريبا. ابتسمت لسارة في حماس وصافحتها بحرارة، وهي تتمنى لو تقبل يدها، وترجوها أن تغوي الأمير فيبتعد عنها وينساها نسيانا تاما. فكرت منذ اليوم الأول كيف تخبرها بهذا، وكيف تطلب منها هذا الطلب، وخافت وسكتت وهي تدعو الله وتنتظر الفرج القريب. بعد بضعة أيام عرض عليها الأمير أن يريها القصر وحدائقه، ويتكلم معها عن واجباتها وما يريده منها داخل القصر، وكيف تتعامل مع الجواري والجنود. ووافقت على الفور. احكمت الخمار على وجهها، وارتدت ملابسها الفضفاضة، وصارت بجانبه مطأطأة الرأس، وهي تدعو الله أن يفرجها قريبا، فصبرها ينفد، ودور الغانية المتجمدة صعب عليها، لا تحبه ولا تريده. قالت في خجل: مولاي الأمير، هل لي أن أسألك سؤالا؟ قال وهو يسير وينظر إلى الأزهار: بالطبع. هل أفرجت عن أخي وابن عمي؟ نظر إليها ثم قال: ليس بعد. فكرت قليلا ثم قالت: كنت أطمع في كرمك وأعتقد أنك ستفرج عنهما يوم زواجنا. قال: في حسب، أفرج عنهما عندما أريد هذا. هل رأيتهما يا مولاي الأمير؟ أخاف. صمتت فسأل: مما تخافين؟ همست في صوت خافت: أخاف أن يموت من التعذيب. سمعت عن عقاب المماليك وأعرف أنهما يستحقانه، ولكنني أخاف. نظر إليها في استياء ثم قال: لا تثقين في المماليك، أليس كذلك؟ أثق بهم طبعا، خيرهم يعم البلاد، ولكن الخوف كالوسواس يدخل النفس بلا استئذان. تتكلمين بفصاحة من جديد. لماذا لم يمنعك والدك من القراءة؟ بعض العلماء نصحوا بهذا، تعليم البنات آفة أحيانا. قالت في ثبات: وبعضهم نصح بالعلم، فهو فرض عين وجهاد، والقراءة هي مفتاح الدين والمعرفة. أطال نظره إليها ثم قال: لم أدرس طبا وحسابا، درسنا علوم الدين فقط. تريدين أن أشتري لك بعض الكتب؟ قالت في حماس: أتمنى هذا، وأرجوك أن تطمئن على أخي وابن عمي. وأطمع في. صمتت وأدارت وجهها إلى حيث ينظر هو، ورأت أمامها رجلا مكبلا بين جنديين، ومساعد الأمير يجره ناحيته. تحققت من ملامح الرجل، وبدا لها أنه ليس من العامة، وليس أحمد ولا يوسف. تنفست الصعداء وهي تشاهد هذا المشهد الذي علمها أكثر من كل الكتب التي قرأتها مجتمعة. سأل الأمير محمد في قوة: هو من نبحث عنه يا شمس الدين؟ قال شمس الدين وهو يرفع رأس الرجل المنتكس: هو من تسلل إلى القصر يا مولاي. أخرج الأمير سيفه في سرعة، وقطع رأس الرجل في ثوان، فوقع على الأرض واختلج الجسد، وفارت منه الدماء المندفعة، وهي لا تعرف أين تسكن ولا أين موطنها. أعطى الأمير سيفه إلى شمس الدين، فمسحه في إتقان وأعاده إليه، فأدخله في غمد، ثم قال: ضع رأسه في الصندوق وابعث به لمن استأجره، تعرفه؟ قال شمس الدين: أوامرك يا أستاذي. أثناء ذلك كان الدم قد هرب من جسد زينب، واختل توازنها، فأسندت يدها على الشجرة تستغيث بها، وصوتها لا يجرؤ على الخروج من حلقها. هز الأمير رأسه إلى شمس الدين، فصار بالجسد والرأس مع الجنود بعيدا، ثم التفت إلى زينب وقال: كنت تطلبين شيئا، ذكريني ماذا كنت تقولين؟ فكرت في أن تنطق ولم تستطع، بقيت ساكنة حتى قال في القوة: زينب. قالت وهي لم تزل تستند إلى الشجرة: اعذرني يا مولاي، الدماء تشعرني بالإعياء. مد يده لها فقال: الدماء هي ما تعيشين به، لا إعياء في الموت، والدماء هي حقائق وحياة. هل ستأخذين يدي؟ نظرت إلى يده في خوف وهي تتذكر مشهد القتل، ثم أمسكت بيده مسرعة وقالت: ماذا فعل الرجل؟ خان. الخيانة عقابها القتل. ردت: عقابها القتل، ولكنه لم يتكلم، لم يدافع عن نفسه. نظر إليها في استياء: تعتقدين أنني ظلمته؟ قالت مسرعة وهي تضغط على يده:
يقطع لساني قبل أن أقول هذا يا مولاي، أنت لا تظلم أبدا. من استعنجره؟ هل كان يريد قتلك؟ من يريد قتلك؟ وإلى من ستبعث بالرأس؟ قلت لك تعليم النساء يأتي بالكثير من المشاكل، وكل هذه الأسئلة لا ترق لي. لابد من زيارة السلطان والتعرف إلى زوجاته، بعضهن لا يتكلمن العربية، ربما يمكنك تعلم التركية، هل تستطيعين هذا؟ كان يتكلم وكأنها ستحيا هنا إلى الأبد. أقلقها كلامه عن المستقبل. قالت بلا تفكير: بالطبع ما تأمر به يطاع. أريدك أن تفهمي أن هذا الزواج غريب على المماليك، كان لابد من إذن خاص من السلطان، فلا تتوقع الترحيب من زوجاته، لا يعرفن العامة. همست في تلقائية: لماذا؟ ماذا؟ لماذا تزوجتني لو كان هذا الزواج صعبا هكذا؟ يعني حظي جميل أنك تزوجتني، ولكنني أتمنى ألا تكون قد شقيت بسبب هذا الزواج. سؤال غريب لم أتوقعه منك. ولم لا أتزوجك؟ أعني لست بجمال سارة مثلا، وأنت لا تحتاج إلى امرأة من أهل مصر، أنت أمير وتستطيع الحصول على أي شيء. قال في حسب: نعم، ولذلك تزوجتك، لأنك تريد الحصول على كل شيء. ربما، لا أعرف، لا يستهويني هذا الحديث. تحبين العيش هنا؟ قالت بلا تردد: جدا، أحب العيش هنا جدا، وأقدرك وأشعر بأنني محظوظة بوجودي معك. نظر إليها في ريبة من جديد ثم قال: ماذا تحتاجين مع الكتب؟ بعض الغزل لآخذ به، كرمك يقبلني يا مولاي. هذا القتل بدم بارد وبتر الرؤوس جديد عليها. تنم ليلتها، رأت الجسد يرتعش والدم ينبثق من الأوردة، واقشعر جسدها وأصاب الرعب كل نفسها. كل يوم يمر على زينب داخل القصر كان يقرب لها أمل الخلاص. لم تعرف ما إذا كان الأمير ملها أم لا. اعتادت أن تطفئ النور وتغمض عينيها وتفصل الجسد عن الروح وتتحمل في صبر. ولم تعرف إذا كان لم يزل يزور حجرة سارة أيضا أم لا. كانت تدعو الله كل يوم أن يملها، أن يكرهها، أن يعود إلى جاريته، ولأنها سريعة الفهم والتألق بدأت تستثمر في علاقتها بنساء القصر، وخاصة أم خليل التي تبدو القائدة في القصر، فأعطتها طوقا ذهبيا من مصاغها الخاص وتكلمت معها. وكانت أم خليل من القليلات في القصر التي يتقن العربية بطلاقة. لم تكن سارة تحبها، بدا هذا واضحا، وتحاشتها زينب. زيارة والداها وعائلتها والشيخ عبد الكريم كانت بمثابة حياة جديدة بعد موتها في قصر الأمير. نظرت من مشربيتها إلى المجلس، وبجانبها فاطمة وأمها وهي تتمنى سماع أي خبر عن يوسف وأحمد. قال والدها في رفق: مولاي الأمير، متى ستفرج عن أحمد ويوسف؟ قال: قريبا، لا تقلق. نظر أبو بكر إلى الشيخ عبد الكريم، وقال الشيخ في رفق: نشعر بك وكأنك واحدا منا يا مولاي، بيننا نسب وعشرة الآن. نظر إليه الأمير في دهشة، فقال الشيخ مسرعا: والمقامات محفوظة طبعا، لكن يقلقني أمر آخر جئت لك من أجله وأنا أحمل روحي على كفي. ولكن من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا أعرف هل أحاول أن أغيره بلساني أم بقلبي، أترك الاختيار لك، ولا أريد أن أقضي بقية عمري في السجن كمعلمي. قال الأمير: تكلم وأعدك بالأمان. أثق بقرارك وبعدلك. وعدتنا بالإفراج عنهما ولم يحدث بعد، هل جئت من أجل هذا؟ التقت أعين أبي بكر والشيخ عبد الكريم، ثم قال عبد الكريم: ليس فقط، هناك أمر جلل وسأخاطر بالتكلم فيه. وعدتك بالأمان فتكلم. البلاد في حالة مزرية منذ رحيل السلطان الناصر محمد بن قلاوون. التفت الشيخ عبد الكريم حوله ثم أكمل: فكرت كثيرا في الكلام أو الصمت، ولكن لابد من قول كلمة الحق، ربما تشفع لنا عند السلطان بيبرس. أتمنى هذا. رجاله تعيث في الأرض، تغتصب الحقوق وتسرق الطعام وتفرض الضرائب وتحابي الفاسدين.
وتقبل الرشوة والمحسوبية بصدر رحب وتفرضها أحيانا. بالأمس حرقوا 10 منازل في حارتنا لأن أصحابها رفضوا إعطائهم ما يريدون، وعلقوا رؤوس التجار الشرفاء على الأبواب عبرة لمن تسول له نفسه ويقول لا في وجه الظلم والفساد. الأسعار أصبحت قاسية حتى على الأغنياء. هذه البلاد كانت تعج بالخير وأصبحت تئن من الظلم والفقر. كيف لبلاد هزمت التتار والصليبيين أن تئن من الظلم والفقر؟ ليس للعامة إلا طاعة ولي الأمر، ولكن عندما يهمس العامة من الشباب بالرغبة في الفناء والرحيل إلى بلاد أخرى لابد من وقفة وكلام. استمع له محمد في صبر ولم يقاطعه، فأكمل الشيخ عبد الكريم: من السلطان الشرعي ومن السلطان المغتصب؟ لا نعرف نحن العامة. تبقى هذه الأسرار بين المماليك، وحينما يختفي الناصر محمد ويتخلى عن واجبه وسلطته ويرحل إلى الكرك، ماذا نفعل نحن؟ أعطيتني الأمان يا مولاي، ولو أردت قتلي أو تعذيبي فلن أبالي. فكرت كثيرا ووجدت أن قول الحق يستحق المجازفة، ولو كان الظلم يقتصر على عدد قليل ربما كنت أطلب الشفاعة وأدعو إلى اللين، ولكن غشي كل البلاد وخيم عليها. كم من المال في خزائن وأمراء السلطان ومواليه، وكم من المال في خزائن العامة الذين يعملون ليل نهار من أجل العيش في سلام، لا يتدخلون في شيء ولا يطلبون شيئا. السلطان ندعو له كل يوم، ولكنني لا أستطيع الدعاء له وهو يحرق البيوت ويقتل الأطفال. أي مسلم يفعل هذا؟ وأي عقل يفكر هكذا؟ يثني عليه زملاء الشيوخ لأنه منع الخمر، وإذا منحت الخمر ونشرت الفساد والظلم فكيف تحمي ديار المسلمين؟ الخمر حرام لأنها تذهب العقل، وأفعال السلطان وأمرائه تذهب عقول أهل مصر يا أمير. إنه يفرض الإتاوات. أين هيبة الأمراء لو أخذوا المال عنوة من التجار؟ هذا يذهب ريحهم وزمنهم. قال الأمير محمد في حس: أكتفي بسماع هذا يا عبد الكريم، لا تعب في المماليك في حضور أجنادنا وحكامنا. أنا أعيب في الفاسدين وطلبت حمايتك. أفهم وأعرف عما تتحدث. تنفس عبد الكريم في ارتياح ثم قال: وماذا ستفعل؟ قال في وضوح: الدعاء بالسلطان واجب، واحترام المماليك فرض، ولكنني لن أتخلى عنه. ألا يكفي أن تعرف هذا؟ التقط عين عبد الكريم بعيني الأمير ثم قال: عندما أخرج من قصرك هل سيتم القبض علي وتعذيبي؟ عندما تخرج من قصري لن يتم القبض عليك، ولكن سيتم القبض عليك بعد برهة. تعرف هذا أليس كذلك؟ نظر إليه الشيخ عبد الكريم لحظة مرة أخرى ثم قال: هل ستبلغ البصاصين عما حدث بيننا؟ ربت الأمير محمد على كتفه ثم قال: أنا لن أبلغ البصاصين ولا بصاصين في قصري، ولكنك تتكلم مع غيري، وكلماتك لابد أنها وصلت للسلطان والأمراء. سيقبض عليك يا شيخ، تعرف هذا أليس كذلك؟ أطال نظره إليه من جديد وقال: فكرت في الصمت كما أصمت دائما ولم أستطع. شجاعة أم حماقة لا أعرف. في الموت النجاة، وفي الخزي أمام الظلم معصية الله، والله أرحم من السلاطين، ولكن لابد من عدم استغلال كرمه ورحمته. تفهمني؟ أفهمك. لو خرجت من قصري الآن أمامك نصف يوم لا أكثر لتجهز أشياءك وتأخذ أبنائك والثمين في بيتك وترحل. بعد هذا سيتم القبض عليك وجرك في الحارة أمام العامة، ولن تشفع لك عمامتك ولا علمك. للسلطة قوانينها الخاصة وحساباتها المختلفة. لو قررت الهرب لسعدت. تذهب إلى الصعيد مثلا حتى لا تشعر بالخزي والجنود يجرونك في الطرقات. يعز علي أن أرى هذا. قال عبد الكريم في قوة: لن أخرج. لو هربت لخسرت هيبتي بين العباد، ولو بقيت لخسرت هيبتك بين العباد، ولو بقيت لا أخسر هيبتي. العامة تفهم وتعي وتعرف أن للظلم أياما يطفو فيها على السطح ثم ينهزم. سمعتني وكنت صبورا معي أيها الأمير. أثق بك ولا أعرف لماذا. ابتسم الأمير محمد لأول مرة ثم قال: أنت ساذج يا شيخنا، أعذرني. لم تمارس السياسة ولم تعرف السلطة. نصيحتي لك ونحن في نفس السن: لا تثق في أحد. إذا قررت ألا ترحل فأستطيع أن أتأكد من أنهم سيحسنون معاملتك في السجن. أعدك بهذا. لإهانة الشيوخ عواقب يعرفها المماليك. سأتكلم مع السلطان. أي سلطان؟
من سيحبسك بعد غروب الشمس؟ قال أبو بكر: وابني يا مولاي، وعدتك، اصبر وثق بي. قال أبو بكر: قلت للتو أن الثقة سذاجة، ولكنك لا تملك سوى الثقة بي، فلو لم تثق بي فماذا ستفعل؟ جازف بالثقة بي، فليس لك خيار آخر. فاطمة ابنة خالة زينب كانت حالة خاصة، وسببت لأهلها الكثير من المشاكل، حتى فكر والدها جديا في قتلها ودفنها تحت الأرض. منذ الصغر لم تحب القراءة ولا الكتابة، ولم تتعلم ولم تحفظ آية من آيات من القرآن، بل كان لديها هوس بشيء واحد، وهو الموسيقى والغناء. طلبت من أمها شراء دف وعود وهي طفلة، ومنذ ذلك الحين وهي تنتظر الأعياد لسماع الموسيقى والغناء وتقليد المطربين وترديد أغانيهم. في البداية لم يأبه والدها بهذا، فقد كانت ابنة من 10 أطفال، ولم تر والديها إلا قليلا، وفي الغالب كانت تقضي يومها في بيت خالتها مع زينب التي كانت في نفس السن، وقلبها يتسع للجميع. زينب كانت تستمع لغناء فاطمة في حماس، ولحكايات فاطمة، وطموحات فاطمة، وإحباطات فاطمة. كانت صديقتها الوحيدة، ومع اختلاف الشخصيتين استمرت الصداقة قوية تتحمل الأوبئة والأزمات. فزينب كانت أكثر هدوءا وأكثر تفكيرا في كل الأمور، وأقل تمردا وإحباطا من فاطمة. وتمرد فاطمة وإحباطها كان سيكونان مصدر تجاهل من أهلها لولا فعلتها المشينة وهي في 15. فقد قضت فاطمة على أهلها ومستقبل إخوتها قضاء تاما لولا الوباء الذي أنقذ بعض الإخوة بالموت وألهى الأب عن دفنها حيا. فقد لملمت فاطمة بعض ملابسها وذهبت وخرجت من البيت فجرا لتعمل مطربة في خيال الظل، بعد أن أقنعها بهذا أحد المطربين الرجال الذين قابلتهم في المولد يوما، وتبادل الهمسات والكلمات، فترك لها عنوانه ورأى وجهها المشرق فسمع صوتها الجميل. عندما استيقظت الأم ولم تجد ابنتها صرخت وولولت، وبدأ الجميع يبحث عنها، وكانت زينب تعرف كل شيء. بقيت صامتة لا تعرف هل تخبرهم بالحقيقة أم لا، فصديقتها ستموت في الحالتين لو عملت مع المغنيين وعاشت في بولاق على النيل وسط المجون والدعارة، وكذلك لو عادت إلى بيت والدها. بقيت زينب تفكر يوما كاملا، وخيالها يجمع بها إلى أفكار مخيفة عن اغتصاب فاطمة من قبل المغني، وعن دخول فاطمة إلى الدعارة، وعن مستقبل فاطمة الذي انتهى انتهاء تاما. بعد يومين ذهبت إلى والدها في خجل، وكانت في 14، وأخبرته بما حدث، أن فاطمة كانت تريد الهرب منذ زمن، وأنها تعتقد أنها ذهبت إلى بولاق. هز الأب رأسه في وجوم وأخبر والدها، وذهب رجال العائلة للبحث عنها بالسيوف والعصيان. بعد يوم كامل وجدوها تغني في حماس وسط الرجال، ما أن رأت والدها حتى شهقت في فزع وهمت بالجري، ولكن الرجال حاصروها وشدوها في عنف إلى العربة ثم إلى بيتها، وأغلق الأب الحجرة عليها هو وإخوتها، وبدأوا ضربها ضربا مبرحا. وكانت زينب تسمع في ألم ولا تدري هل أنقذت صديقتها أم قتلتها. قالت لوالدها في رجاء: أبي اطلب منهم ألا يقتلوها. قال الأب في حسب، تستحق القتل يا ابنتي. قالت مسرعة: القتل لن ينفعهم، ستقبض عليهم الشرطة وسيفضحونها أكثر، ربما لو وجدوا لها زوجا من منطقة أخرى لكان ذلك أفضل. نظر لابنته في ثوان وثم قال: أنت ذكية دوما يا زينب، ولكن يجب تأديبها أولا. قالت في رجاء: لو شوهوا جسدها فلن يتزوجها أحد. قال الأب: نعم، معك حق. بعد أن طرحوها أرضا خرجوا من الحجرة، وبعضهم ينهج من مجهود الضرب، واقترح عليهم أبو بكر اقتراح ابنته وحاول تهدئتهم. في نفس اليوم بدأ الوباء يفترس البيت والإخوة، ولم تتزوج فاطمة إلا بعد عام من هذه الحادثة، وكانت سعيدة جدا تغني في فرح يوم زواجها. وبدا الجميع أنها نسيت نسيانا تاما حلم خيال الظل والغناء في بولاق، وأصبح شغلها الشاغل غباء زوجها وعائلته وأنانية أولادها، ولكنها لم تتوقف عن الغناء ولم تخمد روح التمرد بداخلها. كلما تقابلت مع زينب بدأت في الغناء والضرب على الدف والعزف على العود، وزينب تستمع في حماس وفرح، ولكن الفرح ترك زينب إلى الأبد، وغناء فاطمة اليوم يجعل القلب يعتصر والعقل يشرد. تفحصت الأم وجه ابنتها ثم قالت: أنت بخير يا زينب؟ هزت زينب رأسها بالإيجاب، فقالت الأم: لم يؤذك؟ قالت في فتور: إذا كنت ترين أن تحطيم كل عمري ليس أذية فلا، لم يؤذيني.
لا أحب الكلمات الكبيرة التي تقرأينها في الكتب. هذه القراءة أفسدت عقلي. يعني لم يؤذك، لم يضربك، لم يكن عنيفا معك؟ لا، لم يكن عنيفا معي. قالت فاطمة مسرعة: المماليك مثل رجالنا أم مختلفون؟ وكيف لي أنا أعرف؟ نعم بالطبع تكرهينه. التفتت حولها ثم قالت: أكرهه إلى أقصى حد، لم أكره أحدا هكذا قط. صاد الصمت برهة، ثم قالت الأم: لا أعرف ماذا أقول. هل تعتقدين أن أمل والدك في الطلاق سيتحقق؟ أخشى أن لا يتحقق، وفي هذه الحالة تعيشين مع من تكرهينه طوال عمرك. لا أعرف يا ابنتي، هل يمكن أن تحبينه بعض الشيء؟ قالت في حسب. لا يوجد شيء اسمه أحبه بعض الشيء. قلبي مع الرجل الذي سرق المملوك حقه، ولن يتغير هذا ما دمت أحيا. ضربت الأم كفا بكف وتركت الحجرة. همست فاطمة لزينب: أختي، قررت الهرب، وهذه المرة لن يجدني أحد. سأرحل إلى الشام ولن يعرفني أحد، لن ينغص حياتي أحد. لو أصبحت مغنية مشهورة أرسل لك لتأتي إلي وتترك المملوك. شهقت زينب في فزع وقالت: وزوجك وأبناؤك؟ سأجن يا زينب، لا أحبهم. أفكر في الغناء طوال الوقت ولا يستمعون إلي. هل تصدقين هذا؟ حتى غنائي لا يستمعون له. ماذا أفعل؟ إياك، لو فعلت هذا أنا متأكدة أن الأمير سيقتل كل أهلي ويحرق كل بيوتنا. هل تسمعين؟ أرجوك لا تفعلي هذا، أنا أستمع إلى غنائك. هيا هيا غني. تعتقدين أن صوتي جميل؟ قل الحقيقة. أعتقد أنه رائع وأكثر من رائع. زوجي يقول أن صوتي كصوت الحمير بلا روح ولا رقة. يغار منك، يغار منك ويغار عليك. أنا أسمعك، هيا غني، ولكن إياك والهرب. قالت فاطمة في أسى: لا تفهمين، هذا المارد بداخلي يريد الخروج. أحيانا أفكر في حرق نفسي لأتخلص منه. أي مارد؟ قالت أم زينب مسرعة: أفقدت عقلك يا فاطمة أم جن لبسك؟ نحتاج إلى زار. خالتي، المشكلة في زوجي الحداد، كم أكرهه. لو استمع إلى غنائي مرة، ربما لو أبدى أي إعجاب بصوتي كنت أتحمل. هكذا أموت أو أصاب بالجنون. قالت زينب في أسى: اصبري يا فاطمة، فحالك أفضل من حالي. هذا ما تعتقدينه يا ابنة خالتي. لا تفهمين ما معنى وجود شيء بداخلك لا يخرج ولا يستطيع، يفتت النفس ويذهب العقل. قالت خالتها: ركزي مع أطفالك وانسي زوجك. أتمنى أن ينساني هو، لا أطيقه. كنت سأطيقه لو استمع فقط لغنائي. نظرت إليها زينب وقالت في أسى: اصبري يا فاطمة كما أصبر أنا.